الناس كيفاش انقلبت في الجزائر، انقلبت تعصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام مهم جدا، وحدوا الله واسمعوا معانا. الكاف والفيفا طالبين 50 مليون جنيه من المغرب، ولازم يندفعوا فورا وحالا بعد المغرب ما كسبت تنظيمات الكان من الجزائر. اللي حصل يا جماعة ان طبعا انتوا عارفين الموضوع المشهور جدا جدا، لما المغرب راحوا لاعبيها راحوا استنوا في المطار علشان يتفتح الخط الجوي ما بينها وما بين الجزائر. المباراة انتهت عشان الناس ما يختلطش عليها الأمر. المباراة انتهت والسنغال كسبت الجزائر، ولكن اللي حصل بعد كده إن يفاجئوا إن المغرب مطالبة بدفع 50 مليون دولار فورا وللتنفيذ الفوري، ولجع مش عارف يعمل ايه، ولا هو ولا لاعبيه. المنظمة بتقول لهم إن لازم يدفعوا المبلغ ده على تخلفهم عن مباريات